انا قاعده النهارده بشرب كوبايه القهوه من المطبخ في الارض، وانا بحاول استخبى عقبال ما اكتب الصفحات الصباحيه بتاعتي، اكتب الحاجات اللي انا حاسه بيها الصبح. انا لسه صاحيه حالا حالا حالا. اتكلمت عن الموضوع ده في اخر بودكاست سجلتها، انه انا شفت بنت اللي هو اول لما بتصحى بتكتب كل حاجه على طول قبل ما تعمل اي حاجه. وبصراحه ما عرفتش اكتب قبل القهوه. انا محتاج قلم تاني، ده تخين قوي. جبت من المكتبه ماركرز واقلام عشان اشجع نفسي ان انا اكتب. ده اول يوم ليا في المدرسه. النهارده من اكتر الايام المحمسه في حياتي علشان نورة صاحبتي هتولد. خلاص الموضوع قرب قوي. وهي يعني خلاص، يعني انا شايفه ان هي تولد في الكام ساعه الجايين، بس انا برضو كنت شايفه ان هي تولد امبارح وهي ما ولدتش امبارح. وكل شويه قعدت اصحى من النوم اللي هو يا لهوي البيبي جه هتولد مش عارفه ايه، عايزه اشوف البيبي قوي. فهنلبس دلوقتي واروح لهم اجيب لهم شويه حاجات، وبعدين غالبا هاخد نسيم اطلعه على البحر شويه عشان يطلع طاقته، وبعدين مش عارفه ايه اللي هيحصل. بعدين بيبي هيجي يا جماعه. اروح اشوف البيبي بتاع صاحبتي وهو بيجي. مش مصدقه. بس هلبس ايه يا رب؟ البس ايه؟ الواحد يلبس ايه وهو رايح ولاده؟ يلبس ايه؟ نطق من النهارده. اللبس ده جبته من برا مصر، كتان في كتان، بنطلون كتان، وده توب كتان. بحب قوي التوب ده، شكله اللي هو ياباني كده، عاجبني قوي. عمري بلاقي حاجه زي كده في مصر. دلوقتي هوريكم طقم الصلاه. دي الجيبه بتاعه الصلاه، وده الخمار بتاع الصلاه قصدي الصلاه. بس انا هوريكم جزئي المفضل. صاحب زوجي الجميل قوي جاب لنا السجاده دي من فلسطين. بحب قوي اصلي عليها وبتخليني بحس كده بالانبساط، حاجه جميله قوي. يا جماعه الجو هنا يا لهوي. الزاويه دي شكل شعري، لا 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 لا. ايوه انا جايه. شكل شعري جالسه. انا ماسكه في ايدي حته عيش وتفاحتين والكاميرا بصور. المهم الجو بره البيت صيف ودافع وجميل، وممكن نروح نقعد على البحر. يا رب يكون الجو حلو. جوه البيت بقى تلج، اللي هو تلج. انا ما اقدرش امشي لحظه واحده على البلاط من غير شراب. انا اصلا رجلي دلوقتي وجعاني عشان مشيت من غير شراب شويه قبل ما اخرج. لا بنهج، مش قادره اسلم. الشحن في الكاميرا قرب يخلص، البطاريه اصلا مش حنتهاش قبل ما اخرج من البيت. عايزه اشارككم حاجه سريعه. انا وحشه قوي في ان انا برد على الايميلات بتاعه الناس اللي بتبعت لي، علشان الابلكيشن على تليفوني معرفش ليه غريب، اللي هو مش بيلود. لما بفتح ارد على مسج مش بيلود. انا بجد بقول كلام ممل قوي، بس حاسه ان انا عايزه اشاركه موت، مش عارفه ليه. وبعدين على الكمبيوتر بتاعي مفيش كيبورد عربي، مش بعرف اكتب عربي على الكمبيوتر. وعلى التليفون الجيميل على الله حكايته. انا عامه مش شخص تكنولوجي قوي، اللي هو مش شاطره في بقى ابلكيشنز وجيميل وكده. وحتى الايميلات كان في عمو معدي جنبي، حتى الايميلات انا مش شاطره في ان انا ابعتها من على التليفون. تخيلوا انا فين. انا اكتشفت انا مؤخرا بقيت واخده بالي قوي من قد ايه انا بكشر وانا بتكلم، عشان كل مره بحاول اخد فيها ثامنيل لنفسي وانا بتكلم. كل الثامنيلز عامله كده، حاجات غريبه. مفيش حاجه اللي هو لا مفيش كده وانا بتكلم وشي مش بيعمل كده، دايما بيعمل اصل على البحر انا رايحه كده. كل حاجه عايزين بقى نفرد الخلقه كده، عشان ايه ان شاء الله ربنا يفتحها علينا النهارده يبقى يوم جميل. صاحبتي هتولد يا جماعه، مش مصدقه نفسي انه هيبقى فيه اطفال اكتر. متحمسه قوي. بسم الله يا رب. نسيت ادعيلها في الصلاه، هقعد ادعيلها دلوقتي. انا صاحبه جميله قوي، بس كان عندي النيه، فان شاء الله يعني ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان الخطه اتغيرت تماما. الخطه نعم يلا بينا. الخطه الخماسيه اتغيرت تماما. رحت لنوره صاحبتي، حاضر ثانيه واحده هقول لك كاميرا حاجه وهاجي. وبعدين قعدت معاها وهي بيجي لها الطلق، وبعدين قعدنا كتير قوي، اللي هو قعدت ساعتين وانا مش واخده بالي. وبعد كده حسيت ان انا تعبانه ونسيم بدا ينام، فقلنا نروح على البحر شويه بس نقعد مش هنعوم لانه كله فجاه فرهد. وبعدين هنروح على البيت بتاعنا شويه عقبال ما هي تكون مستعده تاني، وبعد كده هرجع لها ان شاء الله. بس لما قعدت معاها حسيت يا جماعه ان انا اللي هولد. بجد كان يا لهوي. انا مصورتش اي حاجه واحنا على البحر.
قعدت اتكلم مع جوزي طول الوقت، مصورش اي حاجه. مش مصدقه قد ايه حاسه ان انا تعبانه، بس عشان كنت بتفرج على ست بتولد، مش انا اللي بولد. يا جماعه شايفين الشجره دي؟ الشجره دي رهيبه. هي ازاي دي حقيقيه؟ ازاي الحجم ده؟ ايه الهبل ده؟ الشجره بجد ايه ده؟ كل ده؟ كل دي؟ كان نفسي يكون عندي شجره كده في البيت. احلام يقظه طبعا، احلام يقظه رهيبه. انا النهارده حاسه ان انا مرهقه قوي وتعبانه قوي ومش عايزه ارفع صباع، وعايزه افضل قاعده في السرير متغطيه. انا دلوقتي بشرب تاني كوبايه ليا النهارده عشان ترجعني للحياه، بس انا مش قادره. صاحبتي ولدت امبارح وكان يوم عظيم، اللي هو كان يوم كنت حاسه انا بحلم، او اللي هو كان يوم جنان، وكان يوم مليان مشاعر وفرحه وبهجه وتنطيط. والنهارده اليوم اللي بعده، انا امبارح فضلت صاحيه من الساعه 12:30 اللي هو اليوم اللي قبله لحد الساعه اللي هو امبارح صحيت مثلا 12 ساعه، من 12 الصبح اللي هو 12 بالليل. مش عارفه اقول مش عارفه الساعه، مش فاهمه الساعه، مش فاهمه الساعه. من 12 الصبح لحد 12 الظهر، 12 ساعة. وبعدين اللي هو نمت ساعتين وكملت اليوم عادي. انا غالبا بخرف دلوقتي، غالبا مش عارفة انا بقول ايه، بس انا عايزة اقول ان انا مرهقة. مبقاش عاجبني شكل حلق المدلل ده بعد ما قصيت شعري. بفكر البس حلق تاني، بقى كتير بفكر ان انا البس حلق تاني، بس مكسلة اغيره. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه دلوقتي في حياتي؟ عايزة انام. الساعة 2:30 الظهر، الساعة 3 العصر وانا عايزة انام. عايزة اليوم يخلص خلاص، مش قادرة. حد عنده اي اقتراحات ممكن اعمل ايه؟ ازاي تربي ابنك وانتي نايمة؟ ده يبقى عنوان فيديو ممكن اتفرج عليه، اللي هو دي حاجة تثير فضولي وبحب اوي ان انا اشوفها. وكل شوية عمالة اشرب في قهوة ومش هتعمل حاجة. مفيش حاجة تقدر تعمل اي حاجة في وجه التعب اللي انا حاسة بيه دلوقتي حالا ده. نعم. عايز تتفرج على البتاع ده؟ اه في حاجات كتير قوي في مخي نفسي اعملها في اليوم، في الفترة الجاية. متحمسة قوي، بس في نفس الوقت بفرهد نفسي قوي لو منطقي. بس انا مبسوطة، بس مفرهدة، بس مبسوطة قوي. ازاي تبتسمي وانتي نايمة؟ اكيد ناس هتقول عليا بجد مجنونة لو بتفرج على اللي انا بعمله ده. انا بس قاعدة بشرب كوباية القهوة معاكم، فاهمين قصدي؟ يعني بدل ما انا قاعدة بشرب كوباية القهوة لوحدي، قاعدة بشربها معاكم. وفي واحدة صاحبتي جاية دلوقتي تقعد معايا شوية علشان هي عايزة تتكلم في حاجة مضايقاها، وانا مش قادرة، مش عارفة اقابلها ازاي بأنهي طاقة. بس قلت لها ماشي تعالي، علشان بحاول اخلق مساحة للناس اللي محتاجاني في حياتي بطريقة صحية. ابني ما تضربش الكاميرا يا ابني، بحاول اتكلم مع الكاميرا يا ابني ما تضربش الكاميرا. شايفين يا جماعة الشمع؟ بحاول اولع على نفسي شمع وبخور علشان اعمل لنفسي جو، علشان ده هو احبب نفسي او احمس نفسي للحياة. لا دي بقى كوباية قهوتي. باي. عايز تفتح الكمبيوتر تاني بعد ما انت اللي لسه قافله حالا؟ حاضر افتحه ده.
Yeah. في فرخة قدام بيتنا، نسيمو بيحاول يهشها. Careful, right? Gentle and precise. صباح الخير. النهارده الجو جميل قوي، وكنت قاعده متوتره قوي جوه في الاوضه اول لما صحيت، او مش متوتره بصراحه، كنت تعبانه النهارده، كنت مرهقه قوي. وكنت اللي هو الاول لما صحيت الصبح رجعت حاجه بسيطه كده، بس اللي هو بيبقى الفاضي اللي في البطن، مش ترجيع الاكل يعني. كنت بقول بس رجعت علشان كان عندي احساس بالاعياء كده، ففجأة لقيت بطني مش عارفة ليه، قررت ان هي ترجع، بس مفيش حاجة طلعت في الواقع. وبعدها دخلت ريحت شوية في السرير عشان حسيت انه جسمي محتاج لحظة كده، ونسومي جه، واحنا قاعدين دلوقتي في الجنينة قاعدة جميلة قوي الحمد لله. انا مستمتعة قوي بالسن ده بتاع نسيم، اللي هو عنده يعني داخل على السنتين. السن ده جميل جدا لان هو بدأ يسلي نفسه، سن بدأ فيه يسلي نفسه. تعالي يا فرخ عدي هنا من على الكاميرا وانا قاعده كده يا فرخ، تبقى شوط حلو قوي. ايه كمان مش عارفه اقول ايه كمان. اجمل وقت في السنه، الشمس طالعه والدنيا دافيه ومفيش عرق، مفيش اجهاد زايد عن اللزوم. القعده دي لو حاولت اقعدها في الصيف هتلسوع من الرمله اللي تحتي ووشي هيتحرق لو قعدت 5 دقايق على بعض في الشمس. جوه ايوه برافو. جوه لا جوه. صحيح، عايزه اقول انه النهارده الصبح صحيت لقيت نسيم. انا بعمل قهوه، معلش افكاري متلخبطه قوي، ثانيه واحده هجمعهم وهقول لكم ايه اللي حصل. اقفل يا نسومي، خلاص اقفل. الشمس كل شويه بتتحرك بسرعه قوي، بحاول اظبط الزاويه عشان وشي يبقى منور. النهارده الصبح لما صحيت، انا في العادي بقعد اعمل قهوه، ونسيم بيتفرج عليا وانا بعمل القهوه، وبيبقى عايز هو كمان يحط قهوه بتاعته ويعمل نفس الحركه انا بعملها في الموكا بوت اللي انا بستعمله ده، اللي هو يساوي القهوه كده. المهم اديته شويه قهوه علشان يحطهم اللي هو من برطمان لبرطمان كده علشان يقلدني. وبعدين اما التفت علشان اصب القهوه بتاعتي انا واللبن، لقيت القهوه اللي هو كان واخدها في كل حته على الارض، في الحمام وقدام الحمام كده عند الغساله وبتاع. واللحظه كنت هفقد اعصابي، او اللي هو كنت هتوتر علشان في قهوه في كل حته على الارض. وبعدين قررت ان انا مش هتوتر على ده، انا وقفت اعمل قهوه في سلام. هو ده المهم، ان انا وقفت اعمل قهوه في سلام واستجمام، وما توترتش وانا بعمل قهوه، ونسيم سابني اعمل القهوه من اولها لاخرها، وانا دلوقتي قاعده بشرب قهوتي وهي لسه دافيه ما بردتش. ان انا بقى همسح القهوه ده لبعدين، ان بيتي جوه كله قهوه في كل حته في الارض، ده مش اهم حاجه. مش ده المهم. يعني حط الميه جوه. انا حاسه ان انا عشان انقذ نفسي المفروض اروح اقعد في حته تانية. انا جيت هنا اقعد جنب الحيطه عشان احمي نفسي من الرشاش اللي هو نسيم ماسك الخرطوم النهارده الصبح وعايز يرشني انا وبابا. حاجه جميله جدا من ابني. لما بعدي بفصل الشتاء بحس ان انا بكتسب موعظه كتير قوي، وبعرف اتامل اكتر في الحياه. الصيف بيبقى فاصل، هو دب 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 كده، او يعني ده اللي انا بحس بيه. وبعدين الخريف مرحله انتقاليه، وبعدين الشتاء بيجي وبعرف اتامل في الحاجات اللي حواليا اكتر. نسيم دلوقتي قاعد بل هدومه كلها وهو بيلعب بالخرطوم، هضطر اغير له واحميه غالبا. مش هو مبسوط؟ تمام. مش الدنيا هاديه؟ تمام. هغسل غسيل تاني، هنغسل غسيل كل يوم، مش مهم طول ما احنا بنشتري دماغنا. انا بحس انا برضو بصغر الموضوع قوي، بقول ان انا بشتري دماغي، بس هو في الواقع هشرح لكم. في دكتور شرح الموضوع ده بطريقه كويسه قوي، انه الاطفال الصغيره اللي هي عايزه مثلا تفتح اللي في الدرج وتفرط اللي جواه، او زي ما نسيم كده عايز يجرب يرش ميه، او عايز يجرب يحط القهوه على الارض ويعمل كانه بينضفها زي الكبار كده. كل الحاجات اللي هما بيعملوها دي اللي بتبان لنا احنا كانهم بيعملوا فوضى او بيبهدلوا الدنيا او كده، هم في الواقع بيفرضوا سيطرتهم على البيئة اللي حواليهم عن طريق اكتشافها. لو ده منطق، يعني كل ما الطفل بيحس ان هو يقدر يكتشف البيئة اللي حواليه
زي الشخص البالغ، علشان هما معظم الوقت بيشوفونا احنا بنعمل الحاجات دي وبيبقوا عايزين يعملوا زيها. فكل ما بديله فرصه اكتر ان هو يعمل زيي. هو طبعا مش فاهم ان هو القهوه اتدلقت على الارض وان هو ما حطهاش جوه البتاعه وما عملش بيها كوبايه قهوه في الاخر. هو مش فاهم ده. اللي بيحصل جوه مخه ان هو بيفكر عايز تقلع التيشيرت. اللي بيحصل في مخ نسيم ان هو بيقول انا عملت النهارده قهوه زي ماما، انا وقعت حاجه على الارض زي ماما، وانا نضفت زي ماما. فبيبتدي كل شويه يحس ان هو شبه الشخص البالغ المسؤول، شبه قدوته مثلا اللي هو بابا وماما. والبنطلون كمان بيشوف انه ايه ده، انا عارف افتح الدرج وعارف اقفله، انا عارف احط القهوه من هنا لهنا، انا لما وقعت حاجه على الارض نضفت ورايا، وعرفت مثلا اللي هو اتصرف في الموقف. كل ده اللي بيحصل جوه مخهم. الفايب، الاحساس العام اليومين اللي فاتوا ما كانش ألذ حاجه. ودلوقتي احنا رايحين ناكل بيتزا عشان الاحداث. هبقى احكي اكتر بعدين، بس مش حاسه ان انا قادره اتكلم دلوقتي. Yeah. خلي بالك عشان سخنه بابا. بسم الله. البيتزا النهارده حلوه قوي الحمد لله. Terrible, isn't it? Yeah. You got the cat? Yeah. Good, huh? صباح الخير. انا كنت قاعده بكتب الصفحات الصباحيه بتاعتي، بقيت بعمل كده ومبسوطه قوي الحمد لله. حاسه ان دي حاجه فرقت معايا قوي وانا مكنتش متوقعه كده، ودايما كنت بقلل من تاثيرها ممكن يكون عامل ازاي. اللي هو ايه يعني اما اقعد اكتب كلمتين الصبح اكيد ده مش هيفرق في يومي للدرجه دي. بس الايجو بتاعي عامه بيعمل كده كتير في الحياه، اللي هو بصغر من حاجات ممكن تكون هتفرق معايا قوي علشان ما عنديش القدرة الكافية ان انا التزم بيها لوقت طويل كفاية ان هي تبتدي تعمل تأثير. الصفحات الصباحية دي بتوضح لي كتير قوي عن نفسي. بصحى متنشنة قوي واللي هو جاهزة ان انا انفعل. ممكن تكون دي الكلمة الصح، جاهزة ان انا انفعل. شوربة عايزة افتح لك الباب، على اساس ان القط هيرد عليا مثلا. المهم نرجع للموضوع تاني. في موضوع ان انا اكتب صفحات صباحية ده فرق معايا جامد، وبدأت أفهم أكتر الانفعال أو الرغبة في الانفعال دي جاية بسبب ايه. مثلا لو أنا جسمي مثلا وجعني، وده بيحصل كتير، بيبقى فيه ألم، بشوف ايه الأفكار اللي كانت ممكن تدور جوا دماغي حتى وأنا نايمة وتسبب لي التوتر اللي بيسبب لي الألم ده. مهم قوي، من الواضح ان انا كنت بهرب منه بقالي كتير، ان انا اقعد اكتب، علشان الكتابة دي بتبقى المراية بتاعتي وقت ما بيكون جوايا مشاعر كتير انا مش فاهمة
هي عبارة عن ايه وليه مخلياني انفعل قوي كده. كل حاجة بتطلع في الكتابة، بس ده بيجي بعدها بفترة برضو بصراحة، عشان بحس انه محدش بيقول انه الكتابة في الاول مش بيبقى باين هي قد ايه بتساعد. ولما حد بيجرب يبتدي يكتب في الاول مش مواظب، وده ما فيهاش حاجة غلط، مش لازم نواظب من الاول خالص. مش مواظب مش عارف يكتب ايه، فساعات بيكتب اي كلام او اي حاجة بتخرج من الدماغ بنكتبها وخلاص. ساعات الموضوع بيبقى اهبل، ساعات الموضوع بيبقى بيضحك، ساعات مش بيبقى اللي هو سب وقذف في العالم. كل ده تمام، انا شايفه ان كل ده تمام. بعد كده هنوصل لمرحله اللي هو احنا بنكتب الحاجه اللي احنا حاسين بيها وبنوصل لها اسرع، بنكتب كلام مفهوم اكتر اللي هو ما نرجع نقراه نعرف اللي كان بيحصل في الوقت ده. دي حاجه كمان حاسه انه في المستقبل يمكن احب اعملها، لانه لقيت نوت بوك كانت عندي قديمه وفتحتها عشان ابص كنت بكتب ايه، بس بصراحه ما قراتش كل حاجه لانه انا كنت بعدي بحاجات صعبه قوي وما كنتش مش قادره دلوقتي حالا يعني ان انا اعيد ازورها تاني. ده برضو سبب من الاسباب اللي هو لما الناس بتقولي مثلا اكتبي قصدي اعملي بودكاست عن المدرسه او عن التنمر او عن اي حاجات اي مراحل عامه كانت صعبه، بحس انه انا عايزه اعمل كده قوي بس مش قادره دلوقتي حالا ارجع هناك، علشان انا لسه في اول مرحله بتاعه التعافي بتاعي، فمش عايزه ارجع لاحداث ممكن هي اكيد كانت تروماتايزنج قوي. بس بالصدفه في النوت بوك القديمه دي عديت على صفحه كده، او اللي هو كنت كاتبه 3 كلمات كبار قوي بس في صفحه، وانا بقلب كده شفتهم وحسيت انه يا انا ما بقتش هناك خالص، انا بعيد قوي عن المكان اللي موصوف في النوت بوك ده جوه دماغي، يعني عقليا ونفسيا وكل حاجه انا بقيت بعيده قوي. حسيت انه يا انا حاسه قوي بغضبك، انا فاكراكي بس انا ما بقتش هناك. ده كان احساس من ألذ الاحاسيس انا حسيت بيها في حياتي بصراحه. احساس انه يا ده انا تخلصت او مش تخلصت، انا بحاول اتخلص او انا في رحله التخلص من حاجه مقززه زي الغضب، او يعني الغضب اللي كان عندي ده كان مقزز، واحس ان انا بدات اتخلص منها. ده شيء جميل. دلوقتي الدنيا زحمه قوي في دهب علشان اخر السنه، والموضوع ايه موتر، ممكن الكلمه تكون موتر. في ناس كتير قوي في الشوارع في كل حته. انا حاولت اخرج امبارح وحسيت انه هو في ايه فجاه كده، وطبعا تصرفات مختلفه في الشارع، شويه دوشة زايدين، بس اللي هو فجأة نسيت بيبقى في ناس كتير في الوقت ده، عشان احنا كل سنة بنروح نختفي في حتة ما في الصحراء وندخل السنة الجديدة مع اصحابنا، وبنرجع يوم مثلا 2/1 ساعات 3/1 على حسب. بس السنة دي ما اعتقدش ان حد هيروح. اصحابنا اللي احنا بنروح معاهم في العادي، صاحبتي لسه والدة حرفيا بقى اسبوع، انا حامل، في نسيم داخل على 2 فعشان نرتب رحلة في الصحراء. اولا صاحبتي طبعا لسه والدة مش هتتحرك، طبعا لازم ترتاح، انا مش هقبل اصلا ان هي تتحرك تيجي معانا بس في الموضوع علشان نظبط حاجة مناسبة مع اني حامل وفي نسيم، اعتقد هتبقى حاجة مش سهلة في الوقت ده. فمش عارفة لو احنا هنفضل قاعدين هنا في البيت وندخل السنة الجديدة عادي. السنة دي انا مش عارفة احنا هنعمل ايه. نفسي عندي احساس شديد ان انا عايزة اهرب، ده كل انا عارفة، انا حاسة عايزة اهرب امشي من هنا، عشان في ناس كتيرة قوي مش بحس ان انا عايزة اخرج من البيت خالص في الوقت ده. وعامة انا جسمي بيحس، يعني الاسبوع اللي فات خرجت مثلا 3 ايام بس من ال7 ايام تقريبا، وكانوا 3 ايام جمال واتبسطت. وامبارح كان يوم منهم اللي هو خرجنا الصبح، قضينا كله قدام البحر الصبح بدري، وخدنا شمس وخدنا كفايتنا من البحر، وكان وقت تحفة. بس بقى بقية اليوم مثلا ممكن خلاص اللي هو خروجة البحر دي الصبح، وبعد كده خلاص انا طول اليوم قاعدة في البيت، ما عنديش اي رغبة في ان انا اخرج تاني ولا اغير جو ولا اروح عند حد ولا اشوف حد ولا اي حاجة. انا قاعدة في بيتي تمام جدا، مفيش مشكلة. بس اصلا في ايام اللي هو ما خرجتش فيها خالص ولا رحت بحر الصبح، 4 ايام كلهم يا باشا 24 ساعة في البيت وحوالين البيت بس كده شكرا. لو كنت مثلا خرجت السوبر ماركت اجيب حاجة يمكن حتى ما عملتش الرحلة دي، عشان اكيد جسمي حاسس انه البلد فيها ناس كتير قوي دلوقتي، فاللي هو يلا نكن. بس عامة الكن ده بيحصل بسبب الحمل اكتر حاجة، مش بس عشان في ناس كتير في البلد. انا دلوقتي اللي هو قاعدة بظبط في اوضتي شوية بشوية وخليها كوزي اكتر، واللي هو ريحتها حلوة. لازم بقيت موضوع الريحة ده بقى حوار كبير قوي بالنسبة لي. بجيب زيوت ريحتها حلوة. النهاردة الصبح استعملت زيت زهرة اللوتس، بس انا في العادي بستعمل زيت اللافندر وزيت تاني اسمه بالانجليزي سيترونيلا عشان بيبعد الناموس. امبارح كان في شوية ناموس بره هنا قدام البيت. بس فاللي هو الروايح الحلوة بالنسبة لي مهمة، ان انا ابقى قاعدة متدفية ولابسة حاجة حلوة، واللي هو تحت بطانيتي في بيتي كده في احساس كده اللي هو
فاهمين قصدي؟ اللي هو نظام شرابات في الشتاء، شراب، عايزين نلبس شراب ونقعد في البيت بس حاسه دي حاجه جميله قوي. في نفس الوقت عشان مش هكدب، في طبعا وحش الانتاجيه الراسماليه في دماغي بيقول لي اللي هو احنا ما زرعناش المزرعه، احنا ما عملناش المشروع اللي كنا مش عارفه عايزين نقول عليه، احنا ما بدأناش شغل على الصور اللي انا عايزه اطبعها، احنا ما بدأناش، ما علقناش ولا فريم، بالعكس ده احنا شلنا فريم من على الحيطه. بس ما فيش اي حاجه اللي هو من اللي انا بقالي فتره طويله بقول عايزه اعملها. بقالي اسبوع ما بقراش خالص في الكتاب، اللي هو الوحش ده شغال كل حاجه بس في رغبه اقوى منه للكن والهدوء وان انا اقعد في السرير. انا حتى مش عايزه اطلع للنور اللي بره، اللي هو كاني عايشه في كهف، اللي هو عايزه بس اقعد في نور اللمبه او الشمعه وكده تمام قوي بالنسبه لي، مع ان ده عكس شخصيتي موت. انا بالعكس، انا في العادي لما كنت بصحى الصبح اللي هو لازم اشوف نور ربنا علشان ما احسش بالاكتئاب، ولو فضلت قاعده اللي هو في نور داخلي او البيت ما اتفتحش كنت بحس باكتئاب رهيب. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هي الحمد لله ما بقتش كده. حاسه انا اتكلمت قوي، اعتقد هروح اكمل كتابه دلوقتي. مش عارفه لو انا عايزه اكتب تاني ولا هقعد اريح في السرير شويه قبل ما نسيم يجي، بس كده كده هقفل الكاميرا. شكرا ان انتوا سمعتوني. First official assignment as our new paralegal. What do you mean? An idiot. You have a brilliant future at any firm you want. Don't squander. Harry, look, every day I go to work in that big firm. صباح الخير. النهارده هعمل حاجه كنت بعملها في فيديوهاتي اعتقد كتير قوي في الاول، وهي ان انا هاخد دش ساقع متلج، اللي هو ميه تبقى ساقعه على اخر حاجه الصبح في الشتاء. بس ما اقدرش اوعدكم ان شكلي او شعري هيبقى شكله احلى او اللي هو يعني هيبقى شكلي مستحميه قوي بعد الدش ده، عشان بصراحه مش هغسل شعري بالشامبو، عشان الدش ده بيبقى اللي هو تك 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 تك، بحس ان هو لهوي محتاجه بسرعه واخرج من الدش وكده، ماخدش وقت. بس انا هاخد دش ساقع النهارده الصبح عشان حاسه انه جسمي وجعني، جسمي شادد، فاتمنى انه ده يفوق عضلاتي شويه او يفك عضلاتي شويه، وفي احساس عموما بالخمول كده. فزوجي شجعني الصراحه، انا ده اول حمام ساقع هاخده الشتا ده. في العادي بكون اخدت اكتر بكتير، او اللي هو بدأت اوريدي استحمى بحمام ساقع اكتر بكتير. دلوقتي خلاص نهاية ديسمبر اعتقد، في العادي كنت ببتدي قبل كده بكتير استحمى ميه ساقعه، بس ده اول دش ساقع. وبرده حاسه انه من ساعات ما بقيت حامل الموضوع بقى اصعب بكتير، حاسه انه البيبي اللي في بطني ده مخلي درجه حراره جسمي اسخن، فالموضوع بقى اصعب. مهم انا مش عايزه اتكلم كتير، يلا 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 يلا. النهارده حاسه ان انا مش تمام خالص، فهمارس الاسعافات الاوليه العاطفيه. اولهم ان انا هسخن شويه من شوربه اللحمه اللي جوزي عملها امبارح. عمل شوربه لحمه حلوه قوي، احسن من اللي انا بطبخها بكتير.
النهارده الصبح زعلانه ومش عارفه انا زعلانه ليه، في حاجه مأثره فيا قوي ومش قادره اكتشف هي ايه، او اللي هو ممكن يكون كذا حاجه، ومش عارفه بقى، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه، بس عارفه ان انا عايزه اكل شوربه لحمه عشان جعانه قوي.